السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو، من آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل كده شيء كرك الهندي. إن شاء الله هنعمله بمكونات بسيطة، مش هنكلف نفسنا بلبن مبخر أو لبن مكثف والحاجات دي. هنعمله وإن شاء الله النتيجة هتطلع زيه بالظبط بإذن الله. هنا معايا حلة سخنة جدا ونزلت بيها معلقتين ونص كبار من السكر. الحلة تكون سخنة جدا وما فيهاش نقطة مية، وانزل بالسكر افرده على قاع الحلة كده لغاية ما يسيح معايا ويبتدي يتكرمل. مش كرملة كاملة ولكن خفيفة، وده اللي هيديني الطعم بديل اللبن المكثف. تمام يا حبايب قلبي. انزل طبعا تكون المية لازم تكون مغلية، مغليه متبقاش ساقعه، لان لو نزلتها الميه ساقعه من الحنفيه يعني هتتجمد معايا السكر اللي انا سيحته. تمام. هو ما حصلش الكراميل ولكن ساح، والكراميل يعني ايه، كرمله خفيفه جدا زي ما انتوا شفتوا كده. انزل بميه سخنه على قد الكوبايات اللي انا عايزاها واغليها. طبعا تعملوا حساب برضو من الكوبايه ان فيه مثلا نصها لبن. تمام، يعني نص كوبايه ميه، يعني مثلا تعملوا زي ما انا عامله 3 كوبايات كده، احط كوبايه ونص ميه. تمام، من المجات، وتكون سخنه وبتغلي، وانزل عليها تغلي كويس. اروح بقى نازله ب3 فصوص حبهان. انا نسيت افتحهم، افتحيهم عشان يديكي طعم اقوى، ومع ان طبعا الطعم كان جميل جدا ورهيب. وبنزل ب5 مسامير او 5 قرنفل، عيدان قرنفل، وبنزل بعود قرفة واحد، وبنزل بربع المعلقة كده او طرف المعلقة جنزبيل. الجنزبيل طبعا ما تكترش منه عشان هو حامي جدا، هيقلب معاكي بشطة. تمام، هتنزلي بربع. تمام، يغلوا غلوة بقى كده زي مثلا دقيقتين 3، تروحي نازلة بمعلقة شاي كبيرة، شاي اسمر. شاي اسمر، شاي خشن، شاي اللي هو الطويل دوت المبروم، عادي مش هتفرق. وتسيبيه يغلي كويس ويطعم بقى بالقرنفل والجنزبيل والقرفة والحبهان. يعني ما اقولكيش طعمه روعة جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. انا هغلي، انا طبعا كنت غالية اللبن، واللبن يكون من عند اللبان، بيكون دسم كده وحلو، ويديك الدسمية برضو كده جميلة في الشاي بتاعك. هنا بحط بقى اللبن بعد ما يغلي بقى كمان دقيقتين 3 بقى مع الشاي. اروح ايه، حتى اللبن يغلي كمان غلوتين 3 واروح مطفي عليه. لازم طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، الشاي دوت يتصفى، لان طبعا في الحبهان والعود القرفة والمسامير او معلش احنا بنقول عليها مسامير او عيدان القرنفل. تمام، اهو كده يغلي، لان ياخد طعم كل حاجه مع قلب بعضيها، مع السكر اللي احنا كرملناه، مع كل حاجه. هتشربي احلى شاي كرك هندي جميل ما اقولكيش عليه. طبعا الايام دي اوقات متقلبه كده يا حبايب قلبي، والصبح كده بيبقى حر وبالليل بيبقى تلج. امبارح كان تلج جدا بالليل والفجرية كده. فاحنا في الوقت ده احنا عايزين نشرب كده حاجة سخنة وتدفينا كده وحاجة حلوة، والشتاء كمان داخل علينا طول فترة الشتاء جميل. انا هنا كده بصفيه زي ما انا قلت لكم عشان ما ينزلش فيه الحبهان والقرنفل والقرفة والكلام ده. ممكن عود القرفة تشيليه عادي، ولكن والحبهان والقرنفل صعب يعني، عشان ما تصعبيش نفسك وتشيليهم كده واحدة واحدة، لا بالمصفى تصفيه وتشربي احلى شاي كرك بألف هنا وألف شفا. وجربيه وقوليلي في الكومنت عجبك ولا النظام. ومتنسيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو تشجيع منك ليه. ولما اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات من القناه بتاعتنا. وان شاء الله تعجبك كل الوصفات. الشاي ده رهيب يا حبايب قلبي، اشربوه. بصوا بقى كده خلاص. طبعا انا دلدقت شويه كده على الصينيه بس شطفتها بقى. بصوا جميل، كل واحد بقى خد له مج كده وشربه. بألف هنا. مع السلامه.